بس كاكا ما يستناش كتير ويجيب فاول على حدود ال 18، وكالعادة بيرلو على التنفيذ ويحط كرة تانية بمعلمة ولكن فوق العارضة بشوية، والميلان بعد الهدف انفجر. جيرارد بيقرر ان هو يعمل انطلاقة ويعدي فيها نيستا في كرة ما بنشوفهاش كتير، ولكن الفينش كان وحش قوي وبيمسكها ديدا. النرويجي ريسا الباك الشمال لليفربول بيطلق كل شوية صواريخ ولكن ولا واحدة عاوزة تظبط معاه. الحكم بيدي هدية لليفربول وجيرارد كان على بعد كام سنتي من تسجيل هدف التعادل. كورة كانت هتفرق كتير في المباراة ولكن بتمر بجوار القائم. سيدروف يشوط ولكن يشيلها دفاع ليفربول، بس كينج اللعبة وساحرها الاول في الوقت ده ريكاردو كاكا بيعمل اسيست بمنتهى الروقان لانزاجي، وانزاجي بيعدي الحارس ويحط كورة تسكن شباك ليفربول. ليفربول لعبت وعملت مباراة عظيمة، ولكن دفاعات الميلان وقتها مع نص ملعب قوي فيه كاكا وبيرلو كان عامل فرق كبير امام اي فرقة بتلعبهم.